يتفضل السيد أبو علي. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، البلد مثل ما تعرفون جاي يمر بمنعطف خطير، وجاي نواجه موجة عنيفة من البرابيق. اي نعم واضح، لاعبات بالبلد جولة ويهددن وما لها الرداد. نعم سيدي، فأنا أقترح تشكيل جهاز جديد نسميه جهاز مكافحة البرابيق. يعني احنا مو ننتظر البربوق توصل مرحلة وبعدين تبدي تهدد، وهنا يتدخل دور ابو الدلفري ويحسم لنا الموقف. فعلا كلامك صحيح، كمل استاذ. انه بيظهر لنا فريق مؤيد لابو الدلفري وفريق اخر يشجب ويستنكر، وبعدين تجي مجموعة وتسوي قبر المرحوم البربوق مزار. نعم. انه بهذول الزائرين هم منقسمين الى قسمين، قسم يصور يم قبر المرحومة حتى يطش، والقسم الثاني هو اصلا من صنف البرابيق. نعم هو هذا اللي جاي يصير. فأرجو أخذ مقترحي على محمل الجد وتشكيل جهاز مكافحة البرابيق بأسرع وقت ممكن، وشكرا جزيلا لسعة صدركم. يابا السلام عليكم. هلو حبيبي. هلو حبيبي، هاي جاي تسوي؟ ما تشوفني جاي أصور فيديو؟ وشنو هاللبس؟ شنو هالحجاب اللي مخليه على راسك؟ مو هو هذا المحتوى اللي جاي أقدمه؟ وشنو هذا المحتوى اللي يخلي الرجال يلبس لبس مال النسوان؟ عزيزي، هذا المحتوى هو اللي ماشي هالأيام. انت تدري عندي أكثر من 1,000,000 متابع على التيك توك، وعندي داعمين كلش هواية. وبعدين صار عندك متابعين وحصلت فلوس من الداعمين، مستقبلك شنو؟ مستقبلي حالي حال الناس غير. يعني إذا الناس راحوا ذبوا نفسهم بالشط، انت هم تروح تذب نفسك وراهم؟ طبعا لا، بس هذه حرية شخصية. أخي، الحرية الشخصية إلها حدود. يعني أنت ما فكرت بعد 20 سنة من تكبر ويصير عندك أولاد وبنات وأحفاد، شنو موقفك من يشوفون فيديوهاتك؟ شو يقولون عليك؟ هسه من عايش بعد 20 سنة رحمة لوالديك. عزيزي، أكو فرق من تكبر وتشوف فيديوهاتك تحس بالفخر إذا كان محتواك بنفع للمجتمع، أما إذا كان محتواك تافه مثل هذا اللي جاي تسويه فالندم بعد ما يفيدك يا أخويا. أقول لك تدري هاي السالفة ولا جاية على بالي؟ أخي، إذا تريد تصير صانع محتوى فهذا فشي جميل، ولكن اختار المحتوى النافع للناس حتى الله يكون راضي عليك، واللي يجي من بعدك يفتخر بيك، مو يغطي وجهه عن سخافاتك. يا بعد روحي.